في مجتمع ناس كتير فيه أقنعتك إنك عشان تنجح محتاج كتف وسند وعلاقات. كلنا عشنا اللحظة دي، لحظة الإحباط والشك والإحساس إن الدنيا كلها ضدك. عشان كده صلاح بالنسبة لي مش مجرد لاعب كورة، صلاح هو الملهم لجيلي ولكل الأجيال الجاية، اللي خلانا نصدق إن الحلم ممكن يبقى حقيقة، وإننا بالعزيمة والإرادة والمجهود نقدر. صلاح ما طلعش لقى الأبواب مفتوحة له، صلاح بدأ من تحت الصفر، من مشوار مواصلات طويل ومجهد كل يوم كلاعب في المقاولين العرب، لدموع وتعب كان بيداريهم عشان يكمل، لفلوس قليلة وياكل كشري يزود عليه شطة عشان يقدر يشبع. وفي الوقت اللي كان بيعافر فيه عشان يثبت نفسه، طلع رئيس نادي الزمالك وقتها ممدوح عباس في التلفزيون وقال بمنتهى الوضوح إمكانيات صلاح ما تأهلوش يلعب في الزمالك، هو لسه محتاج شغل كتير. او لسه يعني ده لعيب محتاج لشغل كبير جدا حتى ينصهر في. تخيل تبقى لسه بتبدأ طريقك وبتعافر في صمت، فتلاقي حد من أصحاب النفوذ بيطلع ويقول قدام الناس كلها أحلام الشاب ده أكبر من حجمه. الكلمة دي كانت كفيلة تكسر أي طموح وتخليه يستسلم ويقول مادام الكبار شايفين إني منفعش يبقى أكيد منفعش ومفيش فايدة. بس صلاح أخد التشكيك ده وعمل بيه البداية الحقيقية للرحلة. سافر بره، كسر الدنيا في بازل، وبعدها الحلم كبر وراح تشيلسي، وهناك قابل أصعب اختبار ممكن يواجهه شاب بيحاول يثبت نفسه في حياته. الاختبار ده كان جوزيه مورينيو. مورينيو قعده على الدكة والإعلام الإنجليزي بدأ يتكلم عنه كصفقة فاشلة. وقتها كنا بنبص عليه ونقول يعني خلاص الحكاية خلصت، والكل اعتبره تجربة وانتهت زي كتير قبله. بس السنين بتلف وصلاح بيمشي ويروح إيطاليا ويعافر من جديد لحد ما يوصل ليفربول ويبقى الملك المصري في ليفربول وأحد أعظم الهدافين في تاريخ النادي. ويطلع مورينيو بنفسه بعد سنين ويقول أنا اشتريت محمد صلاح بس مش أنا اللي بعته. في اللحظة دي اتولد الملهم، لما شفناه ما ماتش نفسنا على الدكة وقام من تحت الأنقاض عشان ياخد حقه بالنجاح اللي مفيش معاه مساحة للنقاش. ودي الإجابة اللي كل شاب فينا محتاج يرد بيها على اللي بيقفلوا في وشه الأبواب. والحكاية ما بتخلصش في الملعب بس، الإلهام الحقيقي كان في طريقة إدارته لنجاحه ولعقليته. والزمن لما بيلف ويدور والمواقف لما بتتعاد عشان تبين معدن الراجل، نفس الشخص اللي قلل منه في بداياته وهو لسه بيبدأ، اللي هو ممدوح عباس، رجع بعد سنين طويلة وبعد ما صلاح صعد بمصر كأس العالم كان عايز يهديه فيلا فخمة جدا تقديرا ليه. تخيل الانتقام النفسي هنا هيكون ايه. اي حد مكان صلاح كان ممكن يقبلها لمجرد انه يثبت للشخص ده انه كسب الرهان، بس صلاح رفض الفيلا تماما وقال يا ريت تمن الفيلا دي يروح لمساعدات ومستشفيات للناس اللي محتاجاه فعلا. صلاح ما كانش بيدور على رد اعتبار شخصي او لقطة يتباهى بيها، كان بيدور على أثر حقيقي يسيبه في حياة الناس. هو بيدي الأمل لكل شاب بيحاول ينجح في أي مجال، مش الكورة بس. بيثبت لك إن قيمتك الحقيقية مش في الشخص اللي ظلمك وبقى يتمنى رضاك، قيمتك في اللي هتقدمه لغيرك لما توصل. كل قصة عظيمة وليها فصل أخير، وبعد سنوات من المجد وكسر الأرقام القياسية جه وقت الوداع. المشهد ده ما كانش مجرد نهاية مشوار لاعب، ده كان لحظة تاريخية. صلاح وهو بيودع الجماهير اللي عاشت معاه رحلة كاملة من الحلم للحقيقة، وهو واقف بيبص للمدرجات ودموعه نازلة. الدموع دي كانت بتلخص رحلة كاملة من التشكيك للقمة. الولد اللي قالوا عليه زمان مش هينفع، التاريخ النهاردة بيقف له تعظيم سلام. وفي اللحظة دي ما كانش جمهور ليفربول بس هو اللي بيودعه، كان في ملايين في مصر والعالم العربي حاسين بفخر حقيقي. خليني أقولك إحنا بنحب صلاح عشان هو الملهم اللي كسر جوانا فكرة الاستسلام للظروف، وبشكل شخصي هو اللي خلانا أصدق إننا نقدر، وإن مهما كانت البداية بسيطة ومفيش حد ساندنا المعافرة بتقلب الموازين. صلاح هو اللي علمنا إن الخطوة الأولى مش إنك تضمن المكسب، الخطوة الأولى هي إنك تحاول بكل طاقتك
عشان بس يكون عندك فرصة إنك تقدر. محمد صلاح، شكرا إنك رجعت لينا إيماننا بنفسنا من تاني، وشكرا إنك خلتنا نصدق إن الأحلام الكبيرة ممكنة.